السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شيماء بقدم اسهل وابسط الوصفات. النهارده هنعمل مع بعض وصفه ما ينفعش سفرة رمضان ما يكونش عليها طاجن المكرونه البشاميل، سواء بقى في طاجن، في صينيه، في بايركس، اللي يعجبك وبتحبي تسوي فيه المكرونه. يلا بينا نسمي ليه. هنعمل النهارده الطواجن بتاعتنا بنص كيلو لحمه. ايوه، نص كيلو لحمه. يبقى عندي نص كيلو لحمة، عندي بصلاية كبيرة، عندي طبعا مكرونة مسلوقة، وعندي لبن، وعندي دقيق، وعندي ملح وفلفل. اول حاجة هنعمل البشاميل. اول حاجة جبت الحلة، نزلت فيها بكمية اللبن، لتر لبن على كل كوباية لبن معلقة دقيق، على كل كوباية لبن معلقة دقيق. التركية بقى الجديدة خالص، هنحط كمان معلقتين زبادي. معلقتين زبادي؟ ايه ده؟ ايه البشاميل ابو زبادي ده؟ اسمعي بس كلامي ومش هتخسري. هقلب كل المكونات على البارد وارفعهم على النار، وهم على النار هعمل كمان اللحمة المتعصجة بتاعتي. ايه؟ هجيب بصلاية كبيرة وانزل بيها بالطاسة. انا بعمل هنا اللحمة من غير اي دهون، بكتفي بالدهون اللي موجودة في اللحمة. بشوح البصلاية بملح وفلفل، عايزة تضيفي مكعب مرق براحتك، بس انا ما بضيفهوش. بنزل بيه نص كيلو اللحمة بتاعي واقلب كويس قوي واسيبه على النار. بعد كده ارجع للبشاميل، زي ما انتوا شايفين بدأ يتقل تحفة جدا، ما كلكعش معايا، واللحمة زي ما انتوا شايفين اتعصجت والدنيا تمام. اجي بقى اطبق كله على بعضه. بجيب المكرونة عندي وانزل عليها شوية من البشاميل زي كبشتين كده، واقلب المكرونة بتاعتي واسيبها على جنب. ابدأ اجيب الطواجن. انا بحب اعملها في الطواجن لان طعمها بيكون مختلف خالص. هنزل في الطاجن بمعلقة بشاميل وشوية مكرونة، شوية لحمة مفرومة، انزل كمان بشوية مكرونة، ومش ما تكتريش، لان كل ما تكتري وبتبقى تخينة ما بيبقى لهاش طعم، بيبقى رخمة قوي. انا عايزة كده البشاميل يبقى طري وجميل فيها. خلاص، يبقى حطيت تاني معلقة بشاميل، المكرونة، اللحمة، المكرونة، وانزل بيه البشاميل على الوش. هسكت على كده؟ لا طبعا، اهم حاجة نضفي كده الطاجن بتاعك عشان ما يتحروقش. هجيب معلقتين قشطة او كريمة لباني وانزل كده على الوش. طيب ما عنديش طواجن، عايزه اعملها بقى زي بتاعه المحلات، هجيب الطبق الفويل اللي انا بشتريه من عند الراجل، ونفس الخطوات: بشاميل، مكرونة، لحمة، وبعد كده المكرونة، طبعا المكرونة اللي متقلبة في البشاميل، وانزل على الوش بشوية بشاميل حلوين كده. طبعا زي ما انتوا شايفين مش تقيل ولا خفيف. وبرضو معلقة قشطة كده او كريمة لباني على الوش، ده اللي بيديها الدسم وطعم تحفة جدا. طيب في ناس بتحب تعملها بجبنة، مفيش مانع، شوية جبنة رومي كده وجبنة موتزاريلا على الوش، وبكون مسخنة الفرن كويس قوي. اول حاجة التسوية بتاعتي، بشغل الشواية عشان تلحق تحمر الوش، وبعدين اولع عليها من تحت. كله كده نص ساعة وتاكلي بألف هنا وشفا. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.